خلعت جوزها علشان تتجوز المتحرش. تفاصيل أغرب دعوة قضائية قدام محكمة الأسرة. اشتكيت لجوزي منه، طردني أنا من الشقة، والاتنين بقوا أصحاب، فقررت إني أندمه. الحقيقة إن محاكم الأسرة بتشهد كتير قوي من القضايا الغريبة والعجيبة، ولكن القصة اللي معانا النهاردة اجتمع فيها مكر الرجال وكيد النساء، والقضية بتاعت النهاردة من أغرب القضايا اللي شهدتها المحاكم في الفترة الأخيرة. وقعت أحداث القصة بتاعت النهاردة في محكمة الأسرة في الشرابية. واحدة ست رفعت قضية خلع أو دعوى خلع ضد زوجها بسبب إنه طردها ورماها في الشارع بعد ما اتهمها في شرفها، وصدق الشخص اللي اتحرش بيها، صدق إنه على علاقة بيها بقاله فترة. القصة زي ما الست بالظبط حكتها قدام القاضي. لقيت حكايتها لما كانت شغالة عاملة محل ملابس، وفي يوم من الأيام في حد من الأشخاص أو أحد الأشخاص حاول يتقرب منها ويتحرش بيها. من هنا الست طبعا رفضت المحاولات القذرة اللي بيعملها الشخص ده، وحاولت تدافع عن نفسها. وهنا صاحب المحل حاول إنه يتوسط ما بين العاملة اللي عنده والشخص اللي هي بتتهمه بالتحرش بيها، حاول يهدئ الموضوع علشان القصة تخلص وما تحصلش أي مشاكل. لكن الست مفيش فايدة، ما استجابتش لأي حد واتصلت بالنجدة. الست كملت كلامها للقاضي وقالت له لغاية ما تم القبض على المتحرش والتحقيق معاه، وكمان اتحبس لمدة شهر. بعد خروج الشخص ده من السجن قلبت حياتها رأسا على عقب. هنا الشخص ده ما اكتفاش بالشهر السجن، ده بدأ يتواصل مع جوزها وقال له إن مراتك كانت بتبتزني وكانت على علاقة قديمة بيا، فكانت بتعمل الحركة دي عشان تبتزني وتاخد فلوسي. للأسف هنا الزوج صدق الشخص المتحرش دوت وما دافعش عن مراته، واقتنع بكل كلمة هو قالها عن مراته. وبعد كلام الشخص ده مع زوجها رجع البيت واتعدى عليها بالضرب والبهدلة ووصفها بأبشع الفاظ ورماها في الشارع. هنا بقى الشخص المتحرش حاول يكافئ جوزها وعينه في وظيفة عنده براتب خيالي، ومن هنا ما كانش قدام الزوجة غير إنها ترفع قضية خلع علشان تخلص من الزوج اللي بالشكل ده. وفعلا المحكمة حكمت لها بالخلع. غرابة بقى القصة دي ما وقفتش لغاية دلوقتي، ده لسه في باقي. الشخص اللي اتحرش بيها في البداية وشغل جوزها، بمجرد ما عرف إن جوزها طلقها فصلوا من الشغل وقعدوا في البيت مش لاقي ياكل. الأغرب من كده إنه تقدم لها شخصيا وطلبها للجواز. هنا وافقت إنها تتجوز من المتحرش انتقاما من زوجها. إن شاء الله على وعد بقصة جديدة وحكاية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.